بيبدأ الفيلم مع جون ويك وهو بيتدرب، وبيجي باري ومعاه البدلة بتاعته بيقول له جاهز. وبنشوف جون ويك بيطارد مجموعة أشخاص على الأحصنة وبيقدر إنه يموتهم وبيوصل للكبير بتاعهم، وبيسأله عن الخاتم بتاعه وحريته. فبيقول له الكبير الخاتم ضاع خلاص ومفيش أي وسيلة هترجعه حتى لو قتلتني، أما حريتك مش هتحصل عليها دلوقتي أو مستقبلا إلا بالموت، ومفيش حد يقدر يهرب من المجلس الأعلى. واللي مش عارف جون ويك قتل شيخ في فندق الكونيكاتيل اللي موجود في نيويورك، وده طبعا شيء غير مسموح بيه، وعلشان كده المجلس الأعلى عايز يقتله. فجون ويك بيقول له عارف، وبعد كده بيطلق عليه النار وبيموته. وبنشوف غربيلغر رايح لفندق الكونيكاتيل في نيويورك، وبيقول للمدير بتاع الفندق سكوت ان الفندق ده مجرد من صلاحيته وقدامه ساعة واحدة بس علشان يخلي الفندق، وده بيكون مكتوب في وثيقة صدرت من قبل المركز واعضاء المجلس الاعلى ال 12 كلهم. فبيروح سكوت ومعاه مساعد شارون لمكتب المركز علشان يتناقشوا معاه. فبيقول للمركز ان اعضاء المجلس الاعلى شايفين ان نيويورك هي سبب كل الخراب اللي هم فيه. فبيقول لسكوت انا اطلقت عليه النار، قصده طبعا على جون ويك. فبيتعصب المركز وبيقول له اطلقت عليه بس لسه عايش، وبيقول له ان صبره قد الرمله اللي في الساعه الرمليه دي. وبنشوف الرمل بيخلص، فبيحصل انفجار في الفندق قدام عين سكوت، وبيجي المركز وبيقول له كده احنا انتهينا من خدمتك فانت مش محتاج مساعده دلوقتي. وبيطلع المسدس بتاعه وبيموت شارون، وبعدها بيمشي وبيقول لمساعده يحضر له كين. وبنشوف بعدها كين وصل بالفعل، وبنعرف انه قاتل محترف لكنه اعتزل. فبيطلب منه المركز يرجع يشتغل تاني لاخر مره، فبيوافق وبياخد ورقه مكتوب عليها جون ويك. وطبعا بيعرف كين اللي مكتوب لما بيمرر ايده عليها، وده لانه اعمى ومش بيشوف. وبنروح لفندق الكونيكاتيل الموجود في اليابان، وبنشوف شخص اسمر داخل يحجز اوضه وبيكون معاه الكلب بتاعه. وبنعرف انه مطارد لجون ويك بسبب الجائزه اللي اصدرها المجلس الاعلى بقيمه 18 مليون دولار، ودي جائزه للشخص اللي هيموت جون ويك. وبنشوف مدير الفندق كوجي وبتتكلم مع بنته اكير عن تفجير فندق في نيويورك، وان المجلس الاعلى ممكن يجيله هو كمان بسبب علاقته بجون ويك. فبيتعصب كوجي وبيقول لها ما تتكلميش عن شخص انا اعرفه قبل ولادتك، فبتعتذر ليه وبتسيبه وبتمشي. وبيروح كوجي علشان يقابل جون ويك، وبيقول له انت ما كنتش لازم تقتل الشيخ، دلوقتي المجلس الاعلى رده عن طريق تدمير فندق نيويورك والدور ممكن يكون علينا. وبنشوف مجموعه اشخاص من المجلس الاعلى جايين الفندق وبيطلبوا من اكير انهم يقابلوا المدير. وبيقول جون ويك انه ناوي يقتل جميع اعضاء المجلس الاعلى، فبيقول لكوجي ده خيارك لو عاوز تموت بقى. وبيشربوا نغبه مع بعض، وبتيجي اكير تعرف ابوها عن الاشخاص بتوع المجلس الاعلى، لكنها بتتصدم ان جون ويك موجود، وبيكون واضح انها مش طايقاه. وبيطلب من اتباعه يجهزوا نفسهم، فبياخدوا اسلحتهم والسيوف والاقواس وكل حاجه. وبيقابل كوجي رئيس المجموعه دي واللي بيكون اسمه شيدي، واللي بيقول له ان الفندق ده مشتبه فيه انه بيساعد جون ويك وعلشان كده عايزين نفتشه. فبيقول له كوجي تمام، بس زي ما انت عارف ممنوع القتل في الكونيكاتيل، فارمي سلاحك انت ورجالتك. فشيدي بيقول له ده امر من المركز، لكن كوجي برضه بيرفض. فبيجي كين اخيرا، فبيتصدم كوجي لانهم كانوا اصحاب من زمان. وكين بيقول لكوجي انت عارف ان محدش يقدر يتحدى المجلس الاعلى. فبيقول لكوجي وانت كنت صاحبنا والمفروض تكون عارف معنى الاخوه. لكن بيزهق شيدي وبيقرر يهجم، فكوجي بيطفي النور وبيظهر الرماة والمقاتلين بتوعه وبيحاصروا شيدي ورجالته، وبتبدا تدور معركه قويه بين الطرفين. وبيقدر كوجي واتباعه يخلصوا على الكل ما عدا شيدي، لكن للاسف بتيجي قوات جنود وبتكون مجهزه ومعاهم بنادق وعددهم كبير جدا، فبيضطر كوجي للتراجع. وشيدي بيأمرهم يلاقوا جون ويك. وبنشوف احد اتباع كوجي رايح لاكيرا وبيقول لها ان الفندق بيتعرض للهجوم، فبتقلع اكيرا لبس الشغل وبتجهز سلاحها، وبتنزل ضرب في الجنود بالسهام والبوكس. وبيشارك جون ويك معاها وبيفضل يقتل في الجنود ويعجنهم ضرب هو كمان. ولما بيخلصوا عليهم بيروح علشان يقدموا الدعم، وبيكون كوجي واتباعه عمالين يقتلوا الجنود هم كمان وبيموتوا عدد كبير منهم، وبعدها بيهربوا. وبيوصل شيدي لكن مش بيعرف يعمل حاجه بسبب رمات الاسهم. فبيقول لكين اللي كان عمال ياكل رمان شوف شغلك يا اعمى، جبر الخواطر في ابهى صوره. المهم كين بيمسك سيفه وبيهاجم الرماه بمهاره عاليه، وبيقدر يتفادى الاسهم ولا كانه بيشوف، وبيحط اجهزه صغيره بتطلع صوت لما حد يقرب منه، فبيقدر يقتل اعدائه لما بيسمع الصوت. وبالفعل بيخلص على كل اتباع كوجي اللي ضده. وبنشوف جون ويك واكيرا عمالين يستمتعوا بقتل الجنود واحد ورا التاني، لحد ما في الاخر بيجي مجموعه جنود وبيصيبوا اكيرا بطلقه في جنبها، فبيتدخل كوجي وبيقتلهم. وبيقول لجون ويك اهرب وروح لمحطه اوميدا، بس اعمل فيها جميل واقتل اكبر عدد ممكن من اتباع المجلس الاعلى في طريقك. فجون ويك بيقول له انت تأمر يا باشا، وبيروح يمارس هوايته المفضله وهي القتل، وبيخلص على كل اللي بيجي قدامه. وبيحاول اتنين يسدوا معاه، لكنه بيمسك الننكاش وبيفرمهم حرفيا، وبيكمل ضرب وقتل في باقي الاعداء. وبعد ما بيقضي عليهم كلهم بيكون في حاله تعب وارهاق، ولكن بيظهر قدامه صاحبه القديم كين. فجون ويك بيقول له ادوك اسم علشان تقتلني؟ فكين بيقول له ايوه،
وبيعتذر ليه وبيطلق عليه النار، لكن بيقدر جون ويك يتفاداه، وبعد كده بيتقاتلوا بالسيوف والمسدسات. وبيثبت كين جون ويك، لكن قبل ما يقتله بيطلق عليه المطارد ابو كلب، وبيحاول انه يقتل جون ويك لكنه بيستخبى منه هو وكين. وبتوصل الجائزة لقتل جون ويك 20 مليون دولار. وبيهرب جون ويك من الفندق، لكن بيقابله في السكة واحد من الأعداء فبيموته. وبيدخل المطارد وبيقتل الباقيين، فجون ويك بيسأله انت مين؟ فبيقول له انه مطارد علشان الجائزة، لكنه مش هيقتله دلوقتي علشان ما وصلش لسه للمبلغ اللي هو عاوزه. فبيسيب جون ويك يمشي، وبيتفادى كين وكوجي. وكين بيقدر يجرح كوجي وبيمشي، لكن بيجي كوجي من وراه وبيحاول يقتله، فبيضطر كين يطعنه في قلبه، وبيموت كوجي قدام عين بنته. واللي بعدها بتروح لجون ويك وبتقول له ان ابوها مات بسببه، فلازم يقتل المسؤولين عن كده ويجيب حق ابوها. وبتسيبه بعدها وبتمشي. وبنشوف المطارد رايح للمركز يتفق معاه على قتل جون ويك، وبيطلب منه 25 مليون دولار وزيهم بعد اتمام العملية. فبيفاصل المركز، وفي الاخر بينزل الاتفاق ل 23 مليون دولار بدل 25 مليون دولار. وبيروح جون ويك يقابل سكوت وبيقول له انه هيقتل المركز. فبيقول له سكوت ما تبقاش غبي، القتل مش هيفيد بحاجة، واطلب من المجلس الأعلى مبارزة فردية ضده، ولو فزت هتحصل على حريتك. فبيقول له جون ويك إن تذكرته في المجلس اتقطعت بواسطة جماعة روسكا روما، فسكوت بيقول له يروح لهم يصلح تذكرته. وبنشوف إن جون ويك راح ليهم فعلا، وبيطلب إنه يقابل كبيرهم واللي اسمه بيوتر، لكن بيضربوه وبيربطوه بحبل حوالين رقبته. وبتيجي كاتيا تقول له رجعت ليه؟ فبيقول لها إنه عاوز يقابل بيوتر، فبتتعصب وبتقول له مات، المركز أمر بقتله بسبب قتلك للشيخ. فبيقول لها انهم كده ليهم عدو مشترك، وبيطلب منها تصلح له تذكرته علشان يقدر يتحدى المركز في مبارزة فردية، وبعدها يقدر يقتله. فبتوافق كاتيا بس بشرط انه يقتل شخص اسمه هاركن، وده الشخص اللي بيكون قتل بيوتر، وبعدها هتصلح له تذكرته. فبيروح جون ويك لمقر هاركن، وبيكون هناك كين ومعاه المطارد، والثلاثة بيبقوا عاوزين يقتلوا جون ويك. فبيروح هاركن يلعبوا كوتشينة، واللي يفوز هو اللي يقرر مين يموت. وفعلا بيلعبوا بس بيغش هاركن وبيكسب. فبيضربوا جون ويك وبيتقلب عليه كين والمطارد وبيقتلوا أتباعه، لكنه بيقدر يهرب منهم. فبيروح جون ويك وراه وبيوصلوا المكان وبيدور قتال ما بينهم، لكن الصدمة إن هاركن بيكون أقوى من جون ويك، وبيقدر إنه يضربه وبيرزعه رجل بتوقعه من الدور اللي فوق، وبينزل يكمل عليه ضرب، وكمان بيقعد يستفزه بالكلام. فبيمسكوا جون ويك أخيرا وبيشقلبه، وبعدها بينزل فيه ضرب، لكن بيتدخل رجالته فبيضربهم جون ويك. وهاركن بيستغل الفرصة وبيهرب، لكن بيطرد جون ويك وبيقدر يقتله في النهاية، وبياخد سنة من سنانه الذهبية علشان تبقى إثبات إنه اتقتل. وبيروح للجماعة وبتقابله كاتيا أخيرا، وبتصلح له التذكرة بتاعته، وبيختار جون ويك سكوت يبقى المساعد بتاعه. وبعدها بيروح سكوت للمركز وبيقول له إن جون ويك بيتحداه في مبارزة فردية، وبيكون المركز مش موافق في الأول، بس بيقول لسكوت إن دي القوانين، وبيديله جواب من جماعة روسكا روما، فبيوافق فعلا. والاتفاق بيكون على ان جون ويك لو فاز هيتم اعفائه من التزامات المجلس الاعلى، يعني هيبقى حر تماما، وفندق سكوت هيتم بناؤه مره تانية على حساب المجلس الاعلى. اما لو المركز فاز فهيقتل جون ويك وسكوت سوا. وبعدها بيتقابل جون ويك والمركز لاول مره، وبيتم تحديد تفاصيل المبارزه، وبيكون وقتها عند شروق الشمس، ومكانها كنيسة القلب المقدس، والأسلحة المستخدمة المسدس، والقواعد بتكون قتل بلا رحمة. وبتكون المبارزة هي إطلاق الرصاص على الخصم من بعد 30 خطوة. وبيختار المركز كين يبقى المساعد بتاعه، وكمان هو اللي هيمثله في القتال. وبيقول له لو فزت انت وبنتك ميا هتكونوا في امان، اما لو خسرت فبنتك هتكون في خطر. وبيقابل جون ويك باور وسكوت، وباور بيديله بدله فيها واقي رصاص علشان يلبسها. وبنشوف المركز الحقير بيأمر شيدي يقتل جون ويك، ورفع الجايزه بتاعت قتله ل 26 مليون دولار. وطبعا كل القتله بيقرروا يدوروا عليه، وبيعرف جون ويك الخبر ده، فبياخد سلاحه وبيركب مع باور وسكوت قارب، واللي بيكون موجود في نفق مائي، وبعدها بيسيبهم وبيمشي علشان يوصل للكنيسة المقدسة. لكن أول ما بيطلع الشارع بيهجم عليه القتلة من كل مكان، وبيدور ما بينهم قتال قوي. لكن جون ويك مش سهل برضه، وبيقدر ياخد عربية من أحد القتلة وبيهرب. وبنشوف شيدي ورجالته بيلاحقوه عند قوس النصر، لكن بيعمل جون ويك 5 أمريكاني وبيقتل فيهم واحد واحد. بس للأسف بتيجي عربية وبتخبطه جامد لدرجة إن العربية بتاعته بتتقلب، لكن كالعادة بيهرب جون ويك. فبيلاحقوا شيدي وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما بيقدر جون ويك يزقه قدام عربية بتخبطه. بس مش بينتهي الموضوع على كده، وبيجي قتلة تانيين وبيستمر القتال ما بينهم وبين جون ويك، واللي بيكون عمال يجلد فيهم. وبيجي المطارد وكلبه وبيساعد جون ويك ضد القتلة، فبيستغل جون ويك الفرصة وبيركب موتوسيكل وبيهرب منهم، لكن بيطاردوا قتلة غيرهم للمرة ال200. فبيدخل بيت مهجور علشان يستدرجهم ناحيته، وبيقتل فيهم واحد ورا التاني. معلم يا ابني والله. وبيوصل للبيت المهجور عمنا المطارد وبيقتل في الأعداء هو كمان، وبيطلع بيعمل كل ده علشان يستغل المركز ويخليه يرفع قيمة عقده ل 40 مليون دولار.
وطبعا المركز بيضطر يوافق. وبنشوف جون ويك بيمسك مسدس نار وبيعمل من الأعداء كفتة مشوية. وبيبدأ أخيرا القتال بينه وبين المطارد وبيكون رايح جاي، لكن بيقدر جون ويك يخنقه. وفي اللحظة دي بيتدخل شيدي فبينط عليه الكلب بتاع المطارد، فبيتعصب شيدي ولسه هيقتله، لكن بيطلق عليه جون ويك الرصاصة وبينقذ الكلب، فبيتصدم المطارد جدا. وبعد كده بينط جون ويك من الشباك وبيهرب من البيت وبيتجه ناحية الكنيسة، وبتكون الساعة 6 ل 5، يعني مش فاضل غير فرصة واحدة بس لقتله قبل شروق الشمس. فبيقابل مجموعة قتلة جداد وكالعادة بيروق عليهم زي ال 200 واحد اللي فاتوا، وبيطلع السلم المؤدي للكنيسة، لكن بيظهر قدامه شيدي أبو 7 أرواح وبيضربه وبيرميه من فوق السلم لتحت خالص. وبيكون فاضل 3 دقايق بس على شروق الشمس، فبيجي كينو بيقول لجون ويك يلا يا صاحبي ورانا طلعة، وبيطلعوا يقتلوا كل اللي بيجي في سكتهم. بس المستفز شيدي بيقدر تاني يوقع جون ويك، لكن بيتدخل المطارد وبيضربه في بطنه. فبيروح جون ويك وكين للكنيسة، وبيجي المطارد وبيخلي كلبه يفترس شيدي وبيموته، وبكده بيرد الجميل بتاع جون ويك. وبيوصل جون ويك وكين للكنيسة وبيبدأ القتال الأخير ما بينهم، وبياخد كل واحد منهم طلقة وبيطلقوا على بعض في نفس الوقت ومن على بعد 30 خطوة، لكن بيصيبوا بعض في الكتف، فبيتقدموا 10 خطوات لقدام حسب قوانين المبارزة. وبياخد كل واحد طلقة تانية وبيضربوا على بعض، لكن المرة دي بيتصاب جون ويك في كتفه من فوق جنب رقبته بالظبط، أما كين بيتصاب في جنبه اليمين. فبيتقدموا 10 خطوات كمان لقدام وبيقربوا من بعض جدا، وبياخد كل واحد فيهم الطلقة الأخيرة وبيضربوا على بعض، لكن الغريب إن كين مش بيتصاب، وجون ويك بياخد طلقة في دراعه اليمين وبيقع على الأرض. فبيفرح المركز وبيقول لكين كده أنت وبنتك في أمان، وبياخد المسدس علشان يروح يموت جون ويك، لكن بيقول له اسكت شربتها مغفل. وجون ويك بيطلع مسدسه وبيطلق الرصاصة الأخيرة اللي ما ضربهاش في راس المركز وبيموته، وبكده يكون انتصر وحصل على حريته بالكامل من قبل المجلس الأعلى. وسكوت هيرجع مدير لفندق نيويورك تاني، وده بعد ما يتم بنائه. وكين ابن المحظوظة طلع كسبان في الآخر هو كمان رغم موت المركز. وبيكون جون ويك بيحتضر فبيقعد على سلم الكنيسة وبيفتكر مراته المتوفية هيلين، وللأسف بعدها بيموت. وبنشوف بعدها سكوت وباور واقفين عند قبره وبيودعوه، وبتنتهي قصتنا على كده. فما تنسوش لو عجبكم الفيلم تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وده علشان يوصل لكم أقوى ملخصات الأفلام.